الرأي العام. لماذا؟ يعني احنا شفنا نشوف مثلا أي رئيس من رؤساء العالم الذي جاء وزار الرئيس ترامب بالبيت الأبيض، نلاحظ أنهم يتحدثون بصراحة ووضوح، طبعا باستثناء ملك الأردن للأسف الشديد كانت فضيحة بالنسبة له، لكن حتى الرئيس زيلينسكي ترى يعني الكل أثنوا عليه وأثنوا على شجاعته. صح. هسه هو خرب الاجتماع، ما خرب الاجتماع ذاك شيء آخر، لكن بالنتيجة ما طخ راسه للرئيس ترامب. احنا جماعتنا لا يستطيعون فعل ذلك. الآن شوف أضرب لك فد مثل، هاي قبل عدة أيام حصل حادث في مطار النجف. لحد الآن الدولة ما متحدثة شنو اللي صار. لذلك الشوف العراقيين يشرقون ويغربون. صحيح. ليش؟ لو كانت الحكومة مثل القائد العام، المتحدث باسم القائد العام، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، القيادة العامة، يعني أو حتى مدير شرطة النجف الأشرف، محافظ النجف الأشرف، لو كانوا متحدثين كانوا يلجمون كل ألسنة من يعني تحدث بهذا الموضوع، من افترى أو من نشر معلومات غير صحيحة. لكن أنت ما عندك خيار إلا أن تصدق هذا الكلام، لأن أنت ما سمعت من الحكومة، لا من الحكومة الفيدرالية ولا من الحكومة حكومة المحافظة ولا من مجلس المحافظة. يا أخي تكلموا واحكوا وقولوا. السيناريوهات كلها كانت واقعية للأمانة. احنا وايد سيناريوهات، 3-4 سيناريوهات، واحدة لها علاقة بسوركوف، واحدة لها علاقة بشخصيات مثل السيد العامري، الفياض، لها علاقة بقضية أموال وما إلى ذلك، ولو يعني النفط. نعم طبعا كل هذه السيناريوهات تم التعامل بها. كلها. لكن إذا تريد رأيي، مو رأيي، يعني الخبر اللي أنا عندي، اللي هو طبعا الخبر مالتي يعني مو رسمي، حتى إذا أقوله من حق المتلقي أن لا يصدقه لأن الحكومة ساكتة. بس أنا حقيقة أنا شخصيا أسألت المعنيين في الأجهزة المعنية، ولا تقول لي منو. زين في عراقية في بغداد. عراقية في بغداد، نعم. فكان جوابهم أن وفدا أمريكيا أراد أن يزور المحافظة، فذهبت يعني ذهب فريق أمريكي ومسح مطار النجف الأشرف من الناحية الأمنية واللوجستية قبل أن يزور الوفد الأمريكي المحافظة. هذا الكلام الرسمي الذي أنا سمعته، لكن كما قلت يعني هذا مو كلام رسمي. صح. لماذا؟ يعني مثلا إذا أنا سامعة على سبيل الفرض، إذا أنا سامعة من رئيس مجلس الوزراء أو القائد العام للقوات المسلحة، ليش ما يطلع يقوله؟ إذا أنا سامعة صحيح من عنده، وإذا هو يعني مع احترامي للمصدر لم يغشني ولم يكذب علي، طيب ليش ما يصدرون بيان رسمي؟ ليش يخلون الرأي العام العراقي في حيص بيص مثل ما يقول المثل يعني؟ ليش يخلوهم يتداولون كل هذه اللي تفضلت بها، كل السيناريوهات اللي يصدقها العقل واللي ما يصدقها العقل؟ ليش؟